الأهلي يبلغ المنتخب الأولمبي برفض انتقال إمام عاشور ومحمد عبد المنعم. لجنة المنشطات سترسل التقرير الخاص بجلسات الانعقاد مع رمضان صبحي إلى النادو والوادة واتحاد الكرة خلال شهر من الآن. محمود عبد المنعم كهربا لديه عرض من نادي الخلود السعودي بشكل شفوي، ولكن النادي يطلب من اللاعب حسم موقفه مع الأهلي بنفسه قبل استعارة اللاعب لمدة موسم. نادي الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد ثروت سويلم بسبب تصريحاته ضد النادي. النادي الأهلي يفوز على طلائع الجيش 4-0 في الدوري العام، وحصول طاهر محمد طاهر على رجل المباراة. احتمالية إيقاف بلينجهام لاعب المنتخب الإنجليزي بعد اتهامه بالاحتفال بشكل غير لائق بعد تسجيل هدف في سلوفاكيا، مما يزيد احتمالية غياب اللاعب عن مباراة فريقه القادمة منتخب إنجلترا أمام سويسرا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. تراجع اتحاد الكرة عن تجديد عقد فيكتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وضم عدد من الحكام للجنة التحكيم وهم سامي فاروق وعزب حجازي. النادي المصري يفوز على الجونة بنتيجة 2-0. ميز يوافق على تصعيد علي أحمد حسام ميدو لتدعيم هجوم الفريق الأول. بيراميدز يعلن في بيان اللجوء للمحكمة الرياضية بعد قرار استكمال مباراته مع سموحة. نادي مودرن فيوتشر ينهي التعاقد مع إينوك ساكالا جونيور هداف الدوري الزامبي مهاجم فريق زيسكو الزامبي بقيمة الصفقة 25,000 دولار. لو كان الأهلي كان جابه ب2.5 مليون دولار. رئيس نادي البنك الأهلي: علمنا بتأجيل مباراة البنك الأهلي مع سموحة من الإعلام، حيث من المقرر أن يلعب نادي سموحة غدا مباراته مع بيراميدز استكمال المباراة. فرج عامر: وافقنا على استكمال مباراة بيراميدز لإنقاذ الدوري.